تعالى بقى اقول لك يا ابو الكباتن سبب عدم الاعتماد على مصطفى محمد والاعتماد على لاعب بيلعب في البنك الاهلي. طبعا السبب اصلا معروف، بس احنا كشعب عندنا ذاكره السمع. مصطفى محمد بصراحه الكل وقتها كان بيطالب ان هو يتعاقب، ولكن في البدايه خليني اقول لك ان كلنا متفقين بنسبه 100% ان فنيا لازم مصطفى محمد يكون مهاجم مصر الاول، يكون هو الاساسي من غير اي خلاف حتى. ولكن خلينا نكون متفقين برضو ان لازم يكون في اسباب منطقيه لاستبعاد مصطفى محمد. في مباراه مصر وسيراليون كان مصطفى محمد كان بيلعب اساسي من بدايه المباراه ومستواه ما كانش افضل حاجه، وكل الجماهير وقتها كانت شايفه كده. وحسام حسن في الشوط الثاني استبدل مصطفى محمد وهو طالع فضل مستغرب ويعمل اشارات بوشه، يعني اللي هو مستغرب ازاي يبدله هو. مصطفى محمد لحد هنا طبيعي، والكابتن حسام حسن جه يسلم عليه، مصطفى محمد ما مدش ايده ولا سلم عليه، طبعا زعلان وحقه. لكن بقى اللي مش حقه ان مصطفى محمد لما قعد على الدكه قال لفظ خارج بشكل يعني غريب جدا. لو هو حد اصلا مركز على لغه الشفايف حرفيا هيتصدم من الكلمه اللي قالها مصطفى محمد. وده ما كانش الموقف الاول لمصطفى محمد، قبلها برده كان الكابتن حسام البدري مدير فني لمنتخب مصر وبرده طلع مصطفى محمد، فمصطفى محمد تلفظ برده بلفظ خارج بالنسبه للكابتن حسام البدري. فبصراحه ما ينفعش يكون لاعب محترف ولاعب كبير جدا ويكون هو دي العقليه بتاعته. المهم بقى هتيجي تقول لي طب وانت عرفت اللفظ ازاي او سمعته ازاي؟ هو طبعا كده انت بتضحك على نفسك، لانك نفسك شخصيا عارف هو قال ايه ومتاكد. والكل ساعتها طالب الكابتن حسام حسن ان هو يعاقب مصطفى محمد، ولكن الكابتن حسام حسن قال لك انا لو رحت سالته هيقول لي انا ما قلتش كده. فالكابتن حسام حسن بيستدعيه وهو بيعتمدش عليه بشكل اساسي، اللي هو ما قالش كده وانا متاكد ان هو قال كده، انا برضو شايف ان هو قليل فنيا وانا متاكد ان هو افضل فنيا، بيعامله بنفس الطريقه. فبصراحه اتمنى ان الازمه دي تعدي على خير، لان يعتبر ما فيش مهاجمين في مصر اصلا الا مصطفى محمد، ومنتخب مصر محتاجه في بطوله الامم الافريقيه الجايه او حتى كاس العالم. فانا بصراحه مستغرب ازاي لاعب محترف اصلا يورط نفسه في حاجه شبه كده. مستغرب اكتر ازاي الناس والاعلام في مصر بيتكلم هو ايه المشكله اللي بين الكابتن حسام حسن ومصطفى محمد. ده احنا حرفيا غلبنا ذاكره السمك والله.